هنكمل مع بعض الأسباب اللي تخليك تقدم معانا أو تبدأ بيزنس في دريم واي. السبب الثالث اللي احنا هنقوله النهاردة، رأس مال المشروع بسيط جدا يتناسب مع أي حد. أنت لو حبيت تفتح مشروع خاص بيك مش هيقل عن 300 400 ألف جنيه، ويا تكسب يا تخسر. معانا في دريم واي أنت ممكن تبدأ ب 10000 جنيه بس، طبعا متاح رأس مال أقل أو أعلى حسب ما يتناسب معاك، وكل حاجة بتبقى مستمرة. دي هنتكلم فيها بعدين بكل تفاصيل كل قيمة حابب تبدأ فيها. السبب الرابع، الدخل السلبي. معنى كلمة دخل سلبي انك تبقى نايم وفي فلوس بتجيلك لوحدها من غير ما تعمل اي حاجة. طبعا مع زيادة عدد الفريق بتاعك والناس المشتركين معاك، سواء عن طريقك او عن طريق خدمة انجزني اللي الشركة بتقدمها، بتلاقي فلوس طالعه لك من غير ما تعمل اي حاجة. طبعا ده بيعتمد على قوة الفريق نفسه وزيادة الدخل السلبي، فبتلاقي الفلوس طالعة وبتقبضها كل اسبوع بدون اي مشكلة. الحاجة الخامسة، آه، العمل بتاعنا مستمر مدى الحياة، يعني الحساب يورث بعد عمر طويل، بيبقى ليك ولأبنائك ومستمر مدى الحياة. أسباب كمان تخليك تدخل معانا في دريم واي، هو أنت مش محتاج أي مهارات أو يكون عندك قدرات أو إمكانيات معينة. دريم واي للجميع، مهما كانت مهاراتك أو خبراتك دي كلها بتتعلمها. يعني احنا بدأ معانا ناس من الصفر واتدربوا واتعلموا وبدأوا دلوقتي بيعملوا أرقام ومبيعات فوق الوصف يعني. وعلى التليجرام احنا منزلين كل الشغل بتاع التيم، تقدر تشوف وتتأكد بنفسك. حاجة كمان، انت تقدر تبدأ من دلوقت او تنورنا في مقر الشركة، وتقدر تبدأ شغلك. لو مش فاهم اي حاجة تقدر تشوف الفيديو في التعليقات وكلمني فورا، نبدأ نشوف التفاصيل مع بعض. لو في حاجة مش فاهمها انا معاك.